روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله تعالى من 10 ذي الحجة، وهي العشر التي ننتظرها بعد يومين أو 3. قال: ما من أيام، لا يوجد أيام في السنة، لا يوم عاشوراء ولا أيام رمضان ولا غيرها من الأيام، ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله تعالى من 10 ذي الحجة. فقال الصحابة: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ يعني ألا تكون الأيام الأخرى في السنة التي تكون أياما فيها جهاد في سبيل الله، ألا تكون هي أفضل من 10 ذي الحجة لمن كان قاعدا فيها فقط يتعبد؟ يعني لو أن شخصا جاهد في شهر شعبان أو في شهر شوال أو في غيرها، ألا يكون يومه ذاك أفضل من هذه العشر؟ قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله. خرج بنفسه وماله، أخذ ماله كله وخرج بنفسه ثم لم يرجع من ذلك بشيء، يعني استشهد في سبيل الله وأنفق ماله في سبيل الله. فهذه العشر أيها المسلمون لها فضيلتها، ولقد ذكر الله تعالى فضلها في القرآن، فقال الله جل في علاه: والفجر وليال عشر. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الأيام العشر هي أيام 10 ذي الحجة، ولا يقسم الله تعالى إلا بشيء عظيم، وهي العشر التي ذكرها الله تعالى لما ذكر قصة نبيه موسى عليه السلام، فقال جل وعلا: وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10. ذكر بعض المفسرين أن موسى عليه السلام لما ذهب لأخذ التوراة من رب العالمين وتوجه إلى الطور ليكلمه ربه جل وعلا، قال الله تعالى: وقد أمره أن يصوم هذه 30 يوما فصام شهر ذي القعدة كاملا. وواعدنا موسى 30 ليلة، أن يصوم 30 ليلة. فلما أتم 30 ليلة وأصبح في اليوم الذي بعده أراد أن يكلم الله تعالى، فأراد أن يطيب فمه فكأنه استاك بلحاء شجر أو أكل شيئا، فقال الله تعالى له: أما علمت أن خلوف فم الصائم أحب إلي من كذا وكذا، صم 10 أيام. قال الله: وواعدنا موسى 30 ليلة، يعني شهر ذي القعدة، وأتممناها ب10، يعني أتممناها ب10 ذي الحجة، فتم ميقات ربه 40 ليلة. هذه الأيام العشر التي نحن مقبلون عليها هي أفضل أيام السنة، الذكر فيها أفضل من الذكر في طوال الأيام، الصوم فيها أفضل من الصوم في غيره إلا ما كان من رمضان، قراءة القرآن فيها أفضل من قراءته في الأيام